هاو جابها في مؤخرة زكي محمد. الناس ما تشربش الماء، خلوا ربنا دوك الواحد يبدا يكفر. ولايه ما فيهاش الناس تشرب الماء. واش ندير قسم الوالي هذا ولا قسم مدير الري ولا واش ندير بربهم هذو كاع؟ الرئيس تبون كان من المفروض اليوم في مجلس الوزراء يعطي امر وزير الداخليه ويعطي امر مصالح الامن، افتحوا اليوم كانت في قسمتين تحبسوا كاع ربهم. كي الوالي كي مدير الري كي مدير مش عارف هذا توزيع المياه كي كذا. واش هاد المسخير تاعكم؟ كان من المفروض اتخاذ قرارات استعجاليه في شهر مارس افريل فيفري، برنامج استعجالي. اذا كان لازم تحفروا تيوات تجيبوا الماء من عين صالح تطلعوه في شهرين 3 شهور تكملوهم استعجالي. اذا كان لازم ترحلوا قسام الشعب تاع تيارت كله ترفدوهم وتدوهم وتحطوهم في فوكا ولا في مسلمون وين كاين تحليه المياه حطوهم. 2024 الناس ما زالت تموت بالعطش في ولايه من ولايات من اقدم الولايات في تاريخ البشريه تيهرت. مش راح نسكتوا عليكم الا ما سكتناش على بوياتكم، مش راح نسكتوا عليكم الا ما سكتناش على اصحاب الكازمات، ما نسكتوش على اولاد الكازمات، الا ما سكتناش على الحركه ما نسكتوش على اولاد الحركه، الا ما سكتناش على الخونه ما نسكتوش على اولاد الخونه. ولد الفار حفار، ولد الفار حفار، ولد الحركي يخرج حركي، ولد الخاين يخرج خاين، ولد المتملق يخرج متملق، ولد الشيات يطلع شيات، كسكسلو يطلع لاصله، كسكسلو يطلع لاصله. 5 سنين ما درنا والو. 5 سنين لحد الان مقارنه بالملايير اللي خسرناها، مقارنه بالميزانيات الضخمه اللي خسرناها، بكل صراحه ما درنا والو. وصلنا في 2024 وين سكان في تيارت يموتوا بالعطش لاننا اتبعنا سياسه التهريج، تبعنا سياسة حك تربح، تبعنا سياسة الكادر اللي ما خرجناش منها، تبعنا سياسة الشتاء والتملق والنفاق السياسي اللي لا طائل منه. كنا نعتقد أننا استفدنا من 20 سنة من حكم بوتفليقة بإيجابياتها وسلبياتها، ونبدأ بالفعل جزائر جديدة. وجدنا أننا لم نستفيد شيء، لم يتغير شيء. الانتهازية، الأنانية، التسابق نحو الشتاء، شو يتغير شيء؟ نسبغوا الشجر ونسبغوا الحجر وكذا والتصفاق مازال لم يتغير شيء. الناس تموت بالعطش في 2024 لم يتغير شيء، لم يتغير شيء. درك مع البداية نبدأ نطرش في الهضرة. الشياتين يتسابقون لإرضاء رئيس الجمهورية باش يرضى عليهم ويعطيهم مناصب ويعطيهم قطع أراضي ويعطيهم مناصب لولادهم وخواتاتهم وخاوتهم وعماتهم. ولما نقولوا الحقيقة يقولوا كنتم عملاء وخونة وأبواق الخارج. يا ناس خافوا ربي، خافوا ربي في البلاد وفي العباد وفي الأجيال القادمة. خافوا ربي.